السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنكمل المفهوم الأول، الدرس الرابع عندنا اللي هو تأثير الإنسان على البيئة. يعني ايه تأثير الإنسان على البيئة؟ يعني الإنسان ازاي بيأثر على البيئة، وهل بيأثر بالإيجاب ولا بالسلب؟ يعني بيعمل حاجات كويسة في البيئة ولا بيعمل حاجات مش كويسة في البيئة. فأول حاجة احنا عايزين نفهم يعني ايه بيئة أصلا، يعني البيئة ديت عبارة عن ايه؟ قال ان البيئة ديت عبارة عن عناصر حية. العناصر الحية ديت زي الإنسان، زي الحيوان، زي النبات. زي ما البيئة كمان فيها عناصر حية فيها عناصر غير حية. زي ايه؟ زي ضوء الشمس، زي مثلا الأمطار، زي الهواء، زي الرياح، زي الماء أو البحار، زي التربة عندنا برضو من العناصر الغير حية. طيب غير حية يعني ايه؟ يعني ما بتتنفس، يعني ما بتعملش عملية التنفس. تغير في النظام البيئي. ايه هو التغير في النظام البيئي؟ يعني انا عندي البيئة عبارة عن نظام متكامل من العناصر الحية والعناصر الغير حية اللي احنا لسه اخدينهم. فلما يحصل تغير فيها هيحدث نتيجة تغير اما الظروف الطبيعية او بسبب الانشطة البشرية. يعني ايه الظروف الطبيعية؟ الظروف الطبيعية يعني حاجة بتحصل لوحدها في الطبيعة، زي مثلا رياح شديدة، حرائق مثلا في الغابات. او بسبب الانشطه البشريه، يعني الانسان هو اللي بيعمل التغير ده بنفسه، زي مثلا ان هو بيعمل انجراف للتربه او بيقطع الاشجار او الغابات. ديت كلها من الانشطه البشريه، وهنشوف الكلام ده كله كمان شويه بالتفصيل. قال لي دوت بقى قد يؤدي انه ممكن تنجح الكائنات الحيه بمرور الزمن في التكيف مع هذه التغيرات، او تفشل في ذلك مما يؤدي الى موتها وانقراضها. يعني في المناطق اللي بتحصل فيها التغيرات الطبيعيه او التغيرات البشريه ديت، ممكن بيبقى عايش فيها كائنات حيه. الكائنات الحيه ديت ممكن تنجح في التأقلم او التكيف مع التغيرات اللي حصلت ديت، او ممكن تفشل في ذلك. فهي لو فشلت في التكيف ده طبعا هيؤدي لموتها او انقراضها. دلوقتي بقى اول حاجة هي التغيرات الطبيعية في النظام البيئي. يعني ايه تغيرات طبيعية؟ يعني بتحدث في البيئة بدون تدخل من الانسان، في الطبيعة كده لوحدها، بتحصل لوحدها. طيب اول حاجة من التغيرات الطبيعية ديت هي الارتفاع والانخفاض في درجة الحرارة. درجة الحرارة كل يوم ممكن ترتفع ممكن تنخفض، ودوت طبعا لوحدها، الانسان مش بيتدخل في الموضوع دوت، فده تعتبر من التغيرات الطبيعية. تاني حاجة حرائق الغابات. يعني الغابات تلاقيها مرة واحدة كده اتحرقت، ديت برضو من التغيرات الطبيعية. طبعا ممكن تكون بسبب البرق او بسبب اي حاجة من السماء يعني نزلت عليها قامت حرقاها، فديت برضو تعتبر تغيرات طبيعية. او ممكن طبعا بسبب ارتفاع درجة الحرارة جدا. ارتفاع درجة الحرارة جدا في الغابات ممكن يؤدي الى حرقها، بتعمل نيران كده لان درجة الحرارة بتبقى مرتفعة جدا. تالت حاجة تغير كمية الامطار على مدار العام. يعني مثلا تلاقي في الصيف الامطار قليلة، وتلاقي في الشتاء الامطار كتير جدا، بالعكس طبعا في الخريف والربيع. يبقى هنا كمية الامطار بتختلف او بتتغير على مدار العام، ودي تعتبر من التغيرات الطبيعية. حاجة بقى الفيضانات والظروف المناخية القاسية. يعني ايه الفيضانات ديت؟ الفيضانات ديت يعني مثلا عندي مدينة كاملة او منطقة كاملة فيها بيوت واشجار وعربيات، كل دوت هيتغمر بالماء، يعني هيتغطى بالماء. المية هتيجي بكمية كبيرة جدا بحيث ان هي تغطي كل دوت او تغرقهم، ده اسمه فيضان. يبقى الفيضان ده عبارة عن مية جاية بكمية مهولة قامت مغطية كل حاجة او مغرقة كل حاجة. طيب ايه الظروف المناخيه القاسيه ديت؟ الظروف المناخيه القاسيه ديت زي ما احنا عارفين اللي هي مثلا درجه الحراره المرتفعه، الفيضانات اللي بتحصل، الحرائق، كل ديت ظروف مناخيه قاسيه. تغير النظام البيئي نتيجة الأنشطة البشرية. يبقى احنا أخدنا نتيجة التغيرات الطبيعية، دلوقتي بقى الأنشطة البشرية. يعني ايه أنشطة بشرية؟ يعني حاجة بيعملها الإنسان، يعني هو بيغير في النظام البيئي بسبب اللي هو بيعمله. طيب اول حاجة كده فيه هو انه بيقطع الغابات من اجل الزراعة او البناء. الانسان بيقوم قاطع الغابات، الاشجار وكل الحاجات الموجودة والنخل والزرع وكله علشان يعمل بناء او زراعة في المكان دوت. اهو شايفين المنطقة اللي هي القبل ديت المكتوب عليها قبل؟ شايفين الاشجار الخضراء؟ شايفين هنا بعد شال كل الاشجار ديت وزال كل الغابات علشان يعمل بناء او زراعة. تاني حاجة تجريف المراعي وتسوية التربة لزراعتها. يعني ايه تجريف المراعي؟ يعني انا هجيب
جرار زي دوت كده واشيل كل الزرع اللي موجود دوت برضو علشان اسوي التربة وازرع فيها. يبقى انا هشيل كل المراعي اللي هو الزرع الصغير اللي بيبقى موجود في الارض دوت، هشيله كله، اعمل له تجريف يعني ازالة، واسوي التربة اللي هي الارض يعني علشان ازرع فيها. يبقى الانسان بيعمل كل دوت من اجل حاجتين، الزراعة والبناء. طب هو هيزرع ليه؟ هيزرع عشان يعرف ياكل. ما هو لما يزرع النبات يعرف ان هو ينتج له ثمار وازهار ويعرف ان هو ياكل ويتغذى، والبناء علشان يعرف يبني مباني ويعيش فيها. يبقى كل دوت بيعمله عشان. تالت حاجة ادخال انواع جديدة من النباتات والحيوانات. يعني ايه؟ يعني مثلا لو عندي بيئة والبيئة ديت عبارة عن مجموعة من الحيوانات، مجموعة من النباتات وهكذا، يعني فيها حيوانات ونباتات متعايشة ومتكيفة مع البيئة ديت، فأقوم أنا كإنسان أروح أجيب حيوان تاني غريب مثلا موجود في بيئة تانية خالص مثلا واجي أعيشه مع البيئة ديت. إيه اللي هيحصل؟ الحيوان ده هيحاول إنه يتكيف مع البيئة الجديدة علشان يعرف إن هو يعيش، وبالتالي علشان يتكيف هيتغذى على النباتات وهيتغذى على الحاجات اللي المفروض الحيوانات اللي هي الموجودة في البيئة ديت من الأول بتتغذى عليها. فكده الإنسان ضر الحيوانات القديمة عشان دخل حيوان جديد في البيئة دي. نفس النظام برضو النباتات، يقوم رايح جايب نبات جديد، فالنبات الجديد دوت مثلا يكون محتاج تربة جديدة وهكذا، ويضر برضو النباتات مين الأخرى علشان هو بيحاول برضو يتكيف في البيئة الجديدة دي. إزالة المراعي لبناء مجتمعات عمرانية جديدة. يعني ايه المراعي؟ زي ما احنا لسه قايلين، تجريف المراعي هو إزالة المراعي ديت عبارة عن نباتات أو حشائش صغيرة موجودة في الأرض اهي، اللي هو بياكلوا منها الحيوانات ديت، الحشائش اللي هي الصغيرة جدا. طيب الإنسان هيعمل إزالة ليها علشان يبني مجتمعات عمرانية، يعني يبني مباني أو عمارات علشان يعيش فيها، يعني هيحول المنطقة أو الصورة اللي فوق ديت للصورة اللي تحت ديت. تأثير الأنشطة البشرية على البيئة. ازاي بقى الإنسان هيأثر على البيئة؟ قال لي أول حاجة تلوث الهواء. يعني الإنسان هيلوث الهواء. طب هيلوث الهواء ازاي؟ يعني قال لي هيلوثه من خلال السيارات أو المصانع، العوادم بتاعتهم. يعني ايه العوادم؟ يعني الدخان اللي بيطلع من السيارات أو المصانع دوت طبعا بيلوث الهواء بتاعنا لأنهم بيعملوا بشكل غير صحيح. عشان كده احنا بدأنا نطور من نفسنا ونعمل اللي هي السيارات اللي هي بتمشي ميكانيكيا دي بالبطارية يعني. او شايفين هنا العربيات الأدخنة اللي بتطلع منها، والمصانع الأدخنة برضو اللي بتطلع منها، كل دوت بيلوث الهواء عندي، وبالتالي انا كده كإنسان أثرت على البيئة بالسلب. تاني حاجة تلوث التربة والمجاري المائية بسبب إلقاء النفايات والمواد الغير صالحة في المجاري المائية ديت أو في الماء. أو شايفين هنا في الصورة أنا هنا برمي كل الصرف الصحي في مين؟ في الأنهار وفي البحار، فبالتالي أنا بلوث المجاري المائية هنا. أهو شايفين هنا كمية القمامة الموجودة على الأرض أو في البحار أو على التربة. الصورة برضو هنا بتوضح بصوا الإنسان ازاي بيرمي القمامة بتاعته على التربة وفي البحار، والصرف الصحي ورا برضو بيرمي كل القمامة والحاجات دي كلها في البحار وفي الأنهار. يعني بنلوث المجاري المائية والتربة. علشان كده لازم نرمي القمامة بتاعتنا في سلة المهملات علشان نحافظ على التربة والمجاري المائية بتاعتنا. طبعا لما الإنسان يلوث التربة والهواء والمجاري المائية ده هيخلي الحيوانات أو الكائنات الحية تهاجر أو تنتقل من مكان لآخر، يعني من مكانها الأصلي لمكان تاني أنظف وأنقى علشان تعرف تعيش فيه. يبقى هنا تالت حاجة انتقال الحيوانات إلى نظام بيئي آخر يلبي احتياجاتها ويساعدها على البقاء. يعني هيلبي احتياجاتها من الغذاء والهواء والماء ويساعدها ان هي تتكيف مع البيئة الجديدة وتبقى على قيد الحياة. اي زي مثلا الاسماك اللي بتهاجر من مكان لمكان اخر بسبب تلوث المجاري المائية، او بسبب الطيور اللي بتهاجر من مكان اخر بسبب طبعا تلوث الهواء في المكان اللي فيه مصانع او عوادم السيارات. يبقى الإنسان هنا هو السبب في انتقال الحيوانات إلى نظام بيئي آخر أو في هجرتها من مكانها الأصلي إلى مكان آخر جديد عليه. رابع حاجة هنا اختفاء أنواع أصلية من النباتات والحيوانات، زي اختفاء الديناصورات زمان، وزي اختفاء اللي هو الماموس دوت نوع من أنواع الفيلة اختفى برضو زمان. ده برضو الاختفاء ده بيحصل علشان الحيوانات او النباتات ديت ما قدرتش تعيش مع البيئة المتلوثة من الانسان.
تلوث الهواء او الماء او التربة، كل الحيوانات والنباتات ديت ما قدرتش ان هي تتكيف مع البيئة اللي خلاص تعتبر تدمرت بسبب الانسان، فبتختفي او بتنقرض لانها مش عارفة تتكيف مع البيئة الملوثة اللي سببها الانسان. متكلمين عن تأثير الانسان على البيئة وازاي لوثها ولوث الهواء والماء والتربة. دلوقتي بقى هناخد تأثير التغيير البيئي على حياة الانسان. ازاي بقى التغير اللي حصل في البيئة ده هيأثر على حياة الانسان؟ قال لي انه اول حاجة صعوبة الحصول على المياه النظيفة. الانسان مش هيعرف يحصل على مياه نظيفة لانه بالتالي لوثها، المجاري المياه لوثها لانه كان بيرمي فيها القمامة. تاني حاجة هيصعب التنفس بسبب الأدخنة اللي هي عوادم السيارات والمصانع اللي هو بيستخدمها او بيستعملها بشكل غير صحيح، وبالتالي هيصعب التنفس. تالت حاجة عدم نمو المحاصيل الزراعية حيث لا تنبت بذور النباتات الا في مكان مناسب لبقائها ونموها. يعني المحاصيل الزراعية اللي هو كان بيعمل من خلالها عشان يزرع تجريف للمراعي، تجريف للتربة، ممكن يعمل زراعة في المكان دوت، بس البذور ما تنبتش علشان اصلا المكان ده مش مناسب لنموها ولا لبقائها، وبالتالي يبقى عمل تجريف على الفاضي او مثلا ازالة الغابات على الفاضي، لانه البذور ديت ممكن تكون محتاجة تربة تانية مناسبة ليها. لحظة، بيقول لي يضطر الذين يعيشون في مدن ينتشر فيها تلوث الهواء الى تغيير اسلوب حياتهم والانتقال الى مناطق اقل تلوثا. يعني مش بس الحيوانات اللي بتنتقل او تهاجر، لا ده كمان الانسان بسبب التلوث اللي بيبقى موجود في المدن بيروحوا او يهاجروا لمكان تاني اقل تلوث علشان يعرفوا يعيشوا بطريقة افضل. كل التعرض لمستويات عالية من تلوث الهواء على مدى فترة زمنية طويلة، يعني انت لو تعرضت لتلوث الهواء لفترة طويلة يمكن ان يصيب الرئتين بالتلف، ممكن يتلف الرئتين بتوعك ويؤدي الى الاصابة بامراض الصدر وامراض القلب، لانه طبعا ده كله هيضر مين؟ قلبك وصدرك، والرئتين بتوعك هيتلفوا. علشان كده الانسان او الحيوانات بتهاجر من مكان اللي هو الأعلى تلوثا إلى المكان الأقل تلوثا علشان يعرفوا إن هم يعيشوا بدون أمراض ويعرفوا يعيشوا بجودة أفضل. سؤال بيقول علل تختفي بعض الكائنات الحية من بيئتها وتنتقل إلى نظام بيئي آخر، زي ما احنا لسه قايلين إن هي بتهاجر من البيئة اللي هي الأعلى تلوثا إلى البيئة الأقل تلوثا علشان تعرف طبعا تحافظ على حياتها. قال لي ليه بقى؟ علل بسبب التغير الذي أضر بيئتها الأصلية فتنتقل إلى بيئة أخرى تلبي احتياجاتها وتساعدها على البقاء. السؤال ده مهم، وطبعا انت هتكتب ان هو بسبب التغير او التلوث اللي حصل في البيئة الأصلية بتاعتها، فبالتالي مش هتقدر تتكيف مع البيئة دي فتنتقل إلى بيئة أخرى. الإنسان في استعادة النظام البيئي لطبيعته الأصلية. دلوقتي بقى الإنسان حس بذنبه، حس بخطأه، وعاوز بقى يعمل استعادة للنظام البيئي ده مرة أخرى على الطبيعة. فهيعمل ايه؟ قال لي اول حاجة هيعيد زراعة الغابات التي ازيلت اللي هو ازلها. تاني حاجة التخلص من العوامل الملوثة للهواء والماء، يعني مثلا هيقلل من العوادم بتاعة السيارات والعوادم بتاعة المصانع، ويستخدم مثلا سيارات بالبطارية من غير هواء، وهيمنع او هيقلل من القاء القمامات والصرف الصحي في مجاري الماء، وبالتالي هيتخلص من العوامل الملوثة دي. تالت حاجة الحفاظ على النباتات والحيوانات الأصلية، يعني بدل ما يروح يجيب نباتات وحيوانات من بيئة أخرى، لا هيحافظ على الحيوانات والنباتات الموجودة في البيئة ديت علشان ما تهاجرش لمكان تاني أو تنتقل لمكان آخر علشان تتكيف فيه. رابع حاجة هيحاول بعض البشر تغيير أسلوب حياتهم والانتقال إلى مناطق أقل تلوثا، علشان طبعا مش هيقدروا يعيشوا في المناطق اللي هي ملوثوها خلاص، فهينتقلوا لمنطقة جديدة أقل تلوثا، ويحاولوا ان هم يقللوا من الحاجات اللي هي خلت البيئة بتتلوث بسرعة علشان يحافظوا على البيئة الجديدة اللي هم انتقلوا إليها. حلوين، احنا نكون خلصنا الدرس الرابع في المفهوم الأول اللي هو تأثير الإنسان على البيئة. فاضل لنا درس واحد هناخده في الفيديو القادم إن شاء الله.